سلام الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي احوال طيبه يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، الله يعطيكم ما تمنيتوا نتوما وجميع المسلمين، ويعطيكم ما كتمناو في قلبكم يا ربي، ويخلي لكم صحيحتكم ويخلي لكم والديكم ويخلي لكم اللي عزيز عليكم. المهم البنات، اليوم نشارك معكم واحد الحليوه ديال دوز داتاي اللي ساهله وبسيطه البنات. كما شفتوا ما عندي كاس ديال السكر سنيده، انا طحنته شويه لان سنيده شويه غليظه، طحنته شويه. عندي رابعه ديال الزبده، عندي جوج بيضات خلطتهم البنات مزيان، وواحد الخماره. وغادي نقسم ديك الكميه على جوج، النص غادي نضيف له الفيرميسيل، والنص غادي نخليه غير هكاك البنات. هذيك الكميه اللي غادي ندير لها الفيرميسيل كنديرها في السكر كلاصي وكنطبعها بالمطبعه ديال الشهده. والشكل الاخر كنديروا البنات في البيض وكنديروا في كاوكاو وكندير له واحد الثقب هكا في الوسط، ومن بعد ما غادي يطيب كندير له الكوفيتير. المهم البنات هادشي اللي كاين، كنتمنى من الله تقبلوا على اختكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. المهم كيف ما شفتوا البنات، هذه حليوه اللي هي بسيطه وسهله، ماشي شي حاجه اللي فيها شي تعقيدات ولا شي، يعني شي حاجه اللي هي سهله وكتوجد تقريبا والله العظيم الا ساعات المكانه ما كاملاش راها كانت وجدات. المهم كنشكر الخوت والخواتات اللي كيخليو لي تعليق زوين، شكرا لكم بزاف بزاف، الله يجازيكم بخير. وكنتمنى من الله اخوتي اللي شاف القناه ديالي يخلي واحد تعليق زوين بحالو وواحد اللايك، الله يجازيكم بخير. وما تنساوش تفعلوا لي الجرس باش يوصلكم الجديد. كنتمنى من الله البنات تعاونوني وتدعموني في هذه القناه تزيد القدام، لان ما نكذبش عليكم اخوتي، هذا المجال ديال هادشي ديال اليوتيوب مجهد بزاف، وحق الله العظيم مجهد بزاف. فيه الحسابات بزاف، فيه الزكاير بزاف، فيه ماش غادي نقول لكم، ما غاديش نقدر، واخا نعيا نقول لكم ما غاديش نقدر نوصف لكم ديك الشيء. المهم انا اش غنقول لكم، الله سبحانه وتعالى يخلص كل واحد على قد قلبه وعلى قد نيته وصافي. هادشي اللي كاين. انا واحد السيده اللي درويشه، ما انا د مشاكل، ما انا د هضره، ما انا ضد، ما انا ديال ديك التحرميات كلها، انا ما كنعرف فيها، ما نكذبش عليكم. المهم انا ما نكذبش عليكم ونقول لكم انا رانا حياتي واقفه على هذا اليوتيوب، ولا بحال دابا رانا اللي ما كانش هذا اليوتيوب راني غادي نموت بالجوع، ولا انا مازال ما عمري ما استفدت منه، ما عمري، ما نكذبش عليكم، انا ما عمري ما خديت شي حاجه منه. المهم تولفت بهذه القناه صراحه، انا في الاول درتها غير صافي بحال هكا غير هوايه درت. المهم نتلف فيها الوقت لان عرفت اخوتي قسما بالله راه ما بقاش مع من تجلس ولا مع من تلاقى ولا مع من تجمع ولا مع من تدوي، راه من الاحسن حاول دير شي حاجه اللي تشغلك. المهم صافي باش ما يبقالكش شي وقت اللي عاد تمشي كي قال هذاك تجلس فيه ولا دير فيه شي حاجه، لان حتى شي واحد ما بقى في هذا الوقت كيبغي الخير لواحد اخر. المهم هذا الشكيله البنات اللي قلت لكم ديال الشهده. المهم هما كيما شفتوا راني كنطيب ونحط، راه واحد الطبسيل تحمر ليا واحد شويه. المهم ماشي مشكل، راه هكاك جات مزيونه. هذا الشكل هذا البنات كنديرو في سكر سنيده وعاد كنطبع بالمطبع. المهم كما قلت لكم، الله يعطي لكل واحد على قد قلبه، والله يسهل عليكم ويسهل عليا ويسهل على جميع المسلمين باللي كيتمناه في قلبه. اخوتي هادشي اللي نطلب لكم، نتمنى من الله تفاعلوا مع هذا الفيديو ديالي، الله يجازيكم بخير. لان والله القسم راه كاين تفاعل الصراحه غير مع شي حاجه اللي هي تافهه وشي حاجه اللي هي خاويه. ودابا في هاد الساعه في هاد الوقت وحق الله العظيم كنشوف كيطلعوا لي الفيديوهات ديال المعاطيه والسبان والهضره الخايبه والهضره الطايحه، وحنا ما نكذبش عليك انا ما تربيت في هذاك الجو هذاك، ما نعرفش نعيش هكاك. المهم كيف ما شفتوا البنات عندي تما الكوفيتير، زدت معاه تقريبا نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الزهر ورديته فوق البوطه حتى كيغلى مزيان مزيان. وعاد كندوز باش نديرو في الحليوه ديال اللي الشكيه الاخر اللي صوبت. كما قلت لكم اخوتي انا ما ديال المعاطيه، ما عرفت وحق الله العظيم انا ملي كنسمع شي واحد كيهضر ويقول شي حاجه اللي ما في البلاصه، عرفتي كنمرض وحق الله كنتفقس وصافي وكنتعصب، لان ما كنقدرش، ما نكذبش عليكم، انا ما نقدر لا نتعاطى مع حد، ما نقدر ما نقدر نأذي حتى شي واحد، وكنتمنى من الله ما يأذيني حتى شي واحد. لان انا الصراحه ماشي اصلا ديال المشاكل، ولا انا يعني واحد السيده اللي هي درويشه، واحد السيده اللي دايها غير في راسها مصامي متكافيه غير مع راسي ومع الوقت ومع الظروف. المهم ما كرهتش الا كانت شي حاجه والله سبحانه وتعالى سهل عليا فيها في اليوتيوب، ما كرهتش، ما كانت شي حاجه ما في الرزق ديالي راه ما غاديش
ما غاديش ندير شي حاجه اللي اكثر من الجهد ديالي. المهم اللي في جهدي كنديرو، وكنشارك معكم اي حاجه من قلبي واي حاجه من ما كنغشكم ما كنخدعكم، يعني كنشارك معكم شي حاجه اللي هي بسيطه، شي حاجه اللي هي ديال الناس اللي دراوش، الناس اللي بساطين، الناس اللي بكاكش بحالي. ما نكذبش عليكم، ما كنمشي نشارك معكم رانا تعشيت في البلاصه الفلانيه، ولا انا تغديت في البلاصه الفلانيه، ولا انا مشيت لهيه، ولا انا مشيت لهنا، ولا انا. وقسما بالله اخوتي يمكن راه كاين اللي تفهمني وكاين اللي تضحك عليا. شحال من حاجه كناخذها والله الا كنحشم نشاركها، كنقول انايا ما نخليش واحد اخر يحس بانني بحال دابا انا راني كنبان عليه، ولا بحال دابا شي حاجه هذيك كتجيني حشومه. وحق الله العظيم الا خديت هكا شي حاجه، خديت الذهب ولا خديت شي حاجه ولا مشيت والله الا كنحشم نشارك مع البنات، كنجيني حشومه، كنقول صافي. يعني الانسان كل واحد راه عنده خير، وكل واحد الحمد لله راه حتى شي واحد ما عطل على الاخر. اللهم لك الحمد، كل الله يرزقنا غير الصحه والسلامه، ونشوفوا وليداتنا كيف بغيتوهم، ونشوفوا وليداتنا مرتاحين، ويكونوا والدينا بصحيحتهم. راه هذيك هي الدنيا وما فيها حتى شي حاجه واحده اخرى. راه ما كتهم اخوتي حتى شي حاجه واحده اخرى في الدنيا ما تهمك من غير الا كنتي بصحيحتك ووليداتك بصحيحتهم، والديك بصحيحتهم. هذيك هي الدنيا وما فيها حتى شي حاجه واحده اخرى ما تهمك. والله يرزق رجعنا يرزقهم الصحيحه والسلامه باش يكونوا معنا ومع وليداتهم. وصافي يا البنات، هادشي اللي كاين. نتمنى من الله تقبلوا على اختكم وما يجيكمش هاد الفيديو طويل، راه هضرت بزاف في هاد الفيديو وحق الله العظيم. واني والله القسم اخوتي بزاف د الحوايج ضاريني في خاطري، وحق الله العظيم الا ضرني في خاطري من الناس ما كنتش ناويه صراحه منهم. ما كنتش ناويه منهم صراحه شي حوايج بزاف وجاوني منهم، وما نكذبش عليكم مضروره بزاف بزاف، وحق الله الا مضروره بزاف في خاطري. والمهم الله يصاوب شي تصويب هاد الخير وصافي، لان لا بقيت نهضر غادي نوض نبكي. من الاحسن المهم نحاول كي قال هذاك الله يصاوب شي تصويبه ديال الخير. هادشي اللي غادي نقول لكم وصافي. كنطلب الله سبحانه وتعالى لهلا يطيح شي واحد فهاد الموقف اللي انا طايحه فيه. ومع ذلك ما كاينش اللي كيقدر لك الظروف ديالك، ما كاينش اللي كيحس. كاينوا ناس وحق الله العظيم اللي انا كنت معاهم وكنت كنقيل بحال دابا مع ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم. مع ذلك ما حسوش بيا، ما قدروش الظروف ديالي وحق الله العظيم. وصافي كيحكموا عليك كيف كيبغيو هما، كيحكموا عليك من خلال اللي بغاو هما، من خلال باش حاسين هما، ماشي باش حاسه انتي، ولا هي شنو هي الظروف ديالك، ولا شنو هي النوع ديال المشاكل ديالك، ولا شنو عندك. ولا بحال دابا الانسان يقدر لك الظروف، ولا على الاقل يدي يسولك يقول لك شنو وقع لك، شنو هو المشكل، شنو اللي ضارك، شنو لا. صافي حكموهم وقروهم صافي كفا. ما عندهمش غرض. المهم انتي باش كتحسي او انتي باش مضروره او المهم ما عندهم غرض. والله القسم ما كنبغيش البنات حق الله العظيم نشارك معكم بحال هاد الفيديوهات. عرفتوا راه الا لاحظتوا راه بزاف د المرات ما كنلوحش بالسيمانه بالكثر. صافي ملي كنكون ماشي هي هذيك، ملي كنكون صافي مقهوره محسه براسي من ربي اللي حس بيا، صافي كنفضل ما نبقاش نلوح كاع في مره باش بصراحه. لان كل واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده ظروف، وكل واحد ربي اللي حس به. ما عندوش فين نزيدو عاد انا ولا يزيدو واحد اخر. كل واحد راه عنده همو اللي هو خايد فيه، ما عنده فين يزيد هم واحد اخر. المهم البنات هذه هي شكيلات ديال دوز داتاي. المهم هاد دوز داتاي البنات كان تحضيرات لواحد عيد الميلاد ديال بنت صاحبتي، غادي نشارك معكم ان شاء الله. حتى حويجات وحدين اخرين غادي نديروهم الا كان العمر طويل ان شاء الله. وهادشي اللي كاين البنات. كنتمنى من الله تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والله يفاجئ كل ضيقه على اي مسلم حس بشي ضيقه او حس براسو عنده شي غمه او حس بشي حاجه. الله يفاجئها عليا وعليكم، والله يسهل عليا وعليكم. هادشي اللي غادي نقول لكم البنات. ولا كان انسان عنده شي رزيق الله من تعالى يسخر له الله سبحانه وتعالى فيه ويسروا له ويجيبوا حتى لعنده. هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم كيف ما شتا البنات هادو هما الشكيلات راهم جاو مزيونين. وجات هاد الحليوه فتيه البنات راه كتذوب في الفم ومقرمشه بديك السكر سنيده مقرمشه. وشكيل اخر كيف ما شفتوا كاوكاو راني طحناها البنات ما محمراه ما حتى شي حاجه لانه كيطيب في الفران. صافي كنديرها في البيض وكندورها في كاوكاو وصافي. كندير هذيك الحفيره هكا في الوسط ديالها وصافي. شكيلات اللي هما بساطين ما كيحتاجوش زعما شي وقت اللي هو بزاف ولا راه كيوجدوا البنات. وهذاك الكوفيتير راه كيبس وما كيبقاش صافي كيتحرك راه كيبس بلا